موضوع آخر، منح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا رسميا المغرب وإسبانيا والبرتغال شرف تنظيم كأس العالم 2030، وتم الإعلان بشكل رسمي عن هذا المنح خلال المؤتمر الاستثنائي الذي عقد أمس في زيورخ لحسم هوية البلدان المنظمة للنسختين المقبلتين من كأس العالم. وتمت العملية عبر عرض الأمر على تصويت الاتحادات الأعضاء بعد استيفاء الملفات المرشحة للحد الأدنى المطلوب في تقييم العروض المقدمة. ويتعلق الأمر بالملف الثلاثي المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال لمونديال 2030 والملف السعودي لمونديال 2034. We can officially confirm بشكل رسمي يمكننا التأكيد على أن احتضان مونديال 2030 سيكون بالمغرب، البرتغال وإسبانيا. Morocco, Portugal and Spain. مبروك، felicitación, parabéns, felicidades. وللمزيد حول ملاعب المغرب في مونديال 2030 نتابع الشاشة التفاعلية التالية مع منصف عدي. 6 ملاعب مغربية لاحتضان مونديال 2030، ملاعب جديدة وأخرى سيتم تطويرها بمواصفات عالمية، من طنجة وملعبها الكبير إلى الرباط، حيث تجديد الكامل لملعب مولاي عبد الله، ثم تشييد أكبر ملعب في العالم في الدار البيضاء، وصولا للملاعب الكبرى في فاس، مراكش وأكادير. البداية بملعب الحسن الثاني، والذي خطف الأنظار بخصائص تاريخية أبرزها سعته التي تصل ل 115 ألف متفرج، ما سيجعله الأكبر بين جميع ملاعب الملف المشترك وملاعب العالم بصفة عامة، وهو المرشح لاحتضان افتتاح أو النهائي الحدث العالمي إلى جانب ملعب البرنابيو في مدريد والكامب نو ببرشلونة. بدأت أعمال البناء قبل أشهر وستنتهي بحلول نهاية 2028. جوهرة كروية تتوسط مدينة رياضية متكاملة على مساحة تمتد ل 100 هكتار وفي موقع استراتيجي بين الدار البيضاء والرباط. غير بعيد عن ملعب الحسن الثاني، يمثل ملعب الأمير مولاي عبد الله في حلته الجديدة العاصمة الرباط، وهو المرشح كذلك لاحتضان المباريات حتى الدور نصف النهائي، إذ تقرر إعادة بنائه بالكامل بسعة تبلغ 68,700 مقعد، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى لعدد المقاعد للملاعب المرشحة لاحتضان مباريات المربع الذهبي، كما يتميز بتواجده في موقع استراتيجي كذلك ببنية تحتية ومنشآت على أعلى مستوى. في طنجة تتواصل الأشغال بملعبها الكبير، إذ يعتبر مرشحا بدوره لاحتضان المباريات إلى غاية الدور نصف النهائي، وهو الذي تم بناؤه سنة 2011، إذ يخضع حاليا لتجديد كبير قبل استضافة كأس الأمم الإفريقية 2025. السعة الإجمالية الجديدة ستصل إلى 75,600 مقعد، وستتجاوز الحد الأدنى المطلوب وهو 60,000 مقعد لملعب نصف النهائي، كما سيتم تجديد مرافق الضيافة وتغطية للملعب بالكامل، بالإضافة لمرافق أخرى في محيطه تلبي شروط الفيفا. ما ينطبق على ملعب طنجة ينطبق أيضا على ملعب فاس الكبير الذي دشن عام 2007، إذ يتم تجديده بالكامل استعدادا لاستضافة كان 2025 ثم المونديال. ستؤدي عملية التجديد إلى زيادة سعته الإجمالية إلى 55,800 مقعد، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى المطلوب البالغ 40,000 مقعد لملعب ربع النهائي، كما سيوفر مرافق للضيافة من مستوى عال وسقف لتغطية جميع مدرجات الملعب. أما مدينة أكادير فستتزين بالملعب الكبير في حلته الجديدة، والذي تم افتتاحه عام 2013، عملية تجديد شاملة لكل المرافق المحيطة به استعدادا لاستضافة كان 2025 قبل استئناف الإصلاحات المتعلقة بتوسعته، إذ ستزيد عملية التجديد هذه من سعته الإجمالية إلى 46,000 مقعد، فضلا عن توفير مرافق بمواصفات عالمية وتغطية الملعب، بالإضافة لإزالة مضمار ألعاب القوى الحالي. والختام بمدينة مراكش التي سيكون ملعبها الكبير مرشحا لاستقبال المباريات إلى غاية دور الربع،
ومن المقرر أن يخضع الملعب الذي افتتح في العام 2011 لعملية تجديد كبرى بعد استضافته كأس الأمم الإفريقية 2025، وستزيد عملية التجديد من سعته الإجمالية إلى 45860 مقعدا. الملعب وعلى غرار ملاعب فاس وأكادير سيتم إزالة المضمار الخاص بألعاب القوى بعد الكان، مع توفير بنية تحتية ومنشآت حديثة داخل الملعب وخارجه، ما يتماشى مع لوائح الاتحاد الدولي للعبة. هذا وقال أحمد الحبيب المهدي الإعلامي والرياضي السابق لبرنامج الحصيلة، قال أن اختيار المغرب لاستضافة مونديال 2030 في ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال يفرضه الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة. الجيوسياسية التي يعيشها العالم اليوم تحتم التفكير جديا فيما تؤول إليه هذه الأحداث الكبرى، ولكن بكل دقة وبكل موضوعية وبكل صراحة على أن اختيار المغرب لهذا الكأس أو لأسباب بطبيعة الحال أسباب كثيرة. أولا الاستقرار السياسي وكذلك النماء الذي يعرفه المغرب، بالإضافة كذلك إلى مجموعة من العوامل. وهنا إذا سمحتي أن ليست هذه هي المرة الأولى التي ينبهر العالم بما يقدمه مدى المغرب. لا تنسي على أن الحكم الدولي سعيد بنقولة أدار المباراة النهائية بكأس العالم، واعتبر آنذاك من خيرة الحكام في العالم، المرحوم سعيد بنقولة. ثم كذلك الجوانب التي بدأ المغرب يراهن. في المغرب انطلقت عملية الإحصاء الشامل الخاص بالماشية لسنة 2024 والتي تستهدف الوقوف عند خصائص القطيع الوطني وتشكيلة السلالات المحلية من الأغنام والماعز، إضافة إلى منسوب تطورها في سياق يعرف توالي سنوات الجفاف. كما تجرى عملية الإحصاء في هذا الإطار في إطار اتفاقية شراكة مبرمة بين وزارة الفلاحة. قام فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بزيارة تفقدية لملعب محمد الخامس بالدار البيضاء اليوم الخميس، رفقة كل من محمد أمهيدية ولجهة الدار البيضاء سطات وعامل عمالة الدار البيضاء، وعزيز دادس عامل عمالة مقاطعات أنفا، وعبد السلام بلقشور رئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم. وتأتي هذه الزيارة للوقوف عن قرب على تقدم الأشغال بملعب محمد الخامس الذي سيحتضن مباريات كأس أفريقيا المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة ما بين 21 من ديسمبر 2025 و18 من يناير 2378 3026. وعلى هامش زيارته التفقدية للملعب، قال فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إن الأشغال متقدمة بملعب محمد الخامس، وأن أسابيع قليلة فقط تفصل عن الانتهاء من الأشغال.